وواحد السيد جالس حدا دارو وحاط يدو على حنكو وساهي وحاط حداه واحد كاس ديال القهوه نص وشي ساعه هو هكاك واحد جارو وحاضي شويه هو ينزل عنده هذاك جارو شد هذاك كاس ديال القهوه وهو يقرقرو شويه هو يسولو قال ليه مالك يا صاحبي من قبيله وانا كنشوف فيك كتخمم وساهي ويقول ليه وا سيدي اللي درت فيها يديا ما كتصدقش ليا انت حاجه ما بغات تقالك انت من هذاك كاس ديال القهوه راني درت فيه السم وبغيت غير ننتحر ها انت شربتيه. قال لي كذا واحد المواطن مغربي كان كيتمشى في الشارع وكيغوت وكيقول يا الحكومه يا بنت الكلبه، هما يشدوه البوليس وداو المحكمه، هو يحكم عليه القاضي ب3 شهور ديال الحبس. المحامي ويقول للقاضي يا سيد القاضي الموكل ديالي ما ذكرش اسم الحكومه، ربما يكون تيقصد شي حكومه ديال شي دوله اخرى. هو يرد عليه القاضي قال لي راه ما كايناش شي حكومه بنت الكلبه من غير ديالنا. هذه واحد المراه كانت مع صاحبها في الدار، شويه هو يدق راجلها وهي تقول يا ربي السلامه دركا اش غادي ندير، ما كرهتش هذا العاشق ديالي ما كرهتوش يغبر لي الاثار. هو يخرج لها واحد الجن قال لها بغيتيني نغبروا لك؟ قالت لي ما كرهتش. قال لها عندي واحد الشرط. قالت لي شرط؟ قال لها غادا دوزي عامين وغادا تموتي غرقانه في البحر. قالت لي صافي مشات. هي هذيك هو يغبروا. دازت واحد العامين جاو عندها صحاباتها قالوا ليها بغيناك تمشي معنا الرحله للبحر في واحد البانكو كبير وفيه 200 وحده. وهي تقول مع راساتها قالت ادرك واقيلا داك الجن غيكون عاكلب عليا اصلا غيكون نساء. مشات معاهم. هي هذيك تمو غاديين شويه ويوقف على الجن قال لها راه كنسالك شي حاجه ودرك راه جا الوقت اللي غادي نغرق فيه هاد الباخره كامله. وهي تقول لي شوف انايا درت الذنب ونستاهل العقوبه ولكن درك هاد العيالات هادو اش ذنبهم؟ قال لها سكتي هادي عامين وانا كنجمع فيكم نتوما يا بنات الحرام.